مرحبا بكم. اليوم قصة جديدة، قصة علي شورب. علي بن بشير الصغير تولد عام 1930 ومات مقتول عام 1972. هو مجرم تونسي ينسبوه بعض الناس للصعلكة الشريفة. هذا الأخبار متاع علي شورب ولا يرحم. اسمه شويرة علي، والأنا اللقب بتاعو علي بن محمد بن بشير الصغير. شويرة شورب، شويرة مكتوبة على المشهد متاع الأخبار متاعو. التونسي الوحيد، 14 يوم في عام 30 مولود، وتوفى في مايو 72. هذا أخبار متاع علي شورب، علي بن محمد بن بشير الصغير. بدأ يعرف السجن بعد وفاة والده وهو ولد 16 عام بعد اعتداءات الاحتلال عليه، وتربى ناقم على واقعه. تحكم فيما يزيد عن 100 قضية بين عنف وسرقة وتعكير للصفو العام. علي كانوا يناديوله شرب خاطر شفاف وغلاظ. كان يكره هذا اللقب هذا، والرجال يخافوا منه ويناديوله بيه من وراه مش قدامه. علي كان غليظ الملامح وما عندوش القبول، لكن قلبه كاسح وما يعرفش الخوف. وشعار شورب كان اللي ما يعطيكش فكله. ونهار تعارك هو جزار في بطحة الحلفوين خاطر كان يعطيه ديما اللحم بلاش من بعد ما حبش يعطيه، وتدخل الحاكم وولاو التجار يخافوا من شورب ويعطيه حاجته اتقاء لشره. شورب كان معروف بالبنية متاعه الكاسحة ومغروم بالغطس، وكان ما يخاف من حتى حد. كان أمه هي نقطة ضعفه، خالتي شريفة لدرجة تضربه وتصيح عليه قدام الناس من دون ما يقول حتى كلمة. الناس في الرباط كانوا يمشيوا يتشكاولوا كيف يتعرضوا للظلم، وكان شورب ينصرهم وتحول للبطل الشعبي. شهرته فاتت كل الحدود، وحتى الزعيم الحبيب بورقيبة وصل ذكره في أحد خطاباته وقال اللي المستعمر مرامدي كيما علي شورب. وحتى عبد العزيز العروي حكى قصته باش يكون عبرة للناس. عاطفيا رغم شكله كان عنده القبول عند النساء اللي أغلبهم من عالم الليل في باب سويقة. رغم هذا الكل علي شورب كان عنده جانب نضالي، وكان يتلكش على رجال الاستعمار والشرطة ومكرههم في رواحهم. شخصية باندي الحومة كانت نهايته مقتول على يد واحد من أولاد حومته، وكانوا الزوز مخمورين في شارع الحبيب بورقيبة. دزوا وجا راسه على المادة ومات. رجال ونساء وصغار مشاو في جنازته واعتبروه مناضل وغطاو كفنه بعلم تونس. ولد حومتنا كبير وراجل من رجال الوكيل، واللي قالوه فيه الكل راهو حرام. رد بالك، راهي عائله مشرفه وعائله من عائلات اللي ولاد حومه، ولاد الحلفاويين يعني. نعرف عائلة ولد سوقي بالخير، من اول سيقوا بالخير، لا زنقه النهج الاولاني، لا الزنقه الثاني على الدقليصار الدور، دار الاولى لا الدار الثانيه، دق الباب تقول لك خالتي شريفه الله يرحمها هاني هوني. وعنده خيط وعنده خوه اسمه حمادي، متثقف وناس متثقفين، ناس عائله. هو عنده كيكه ما يحبش كل ماركه المتعدي، واحد يعمل هكا مثل هنا يقول لك معاركي.